إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنها فرصة سعيدة أن نلتقي بشيخنا وتلاميذه الذين نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم، وأن يجعلهم حملة لواء سنة محمد صلى الله عليه وسلم على غرار أسلافهم الكرام في نشر توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضاء على البدع والخرافات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا رحمة للعالمين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. وكلفنا الله تبارك وتعالى بالإيمان به وطاعته واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. وإن سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على طاعته وتصديقه واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حثنا الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة على طاعة هذا الرسول واتباعه، وحذرنا في آيات من معصيته ومخالفته، وتوعد مخالفيه بالنار، ونعوذ بالله من ذلك. فلنحذر كل الحذر من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أي شأن من الشؤون، ولنجعل نصب أعيننا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بطاعة هذا الرسول واتباعه بالصدق وإخلاص والاعتصام بما جاء به حبل الله، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تقوم قائمة الأمة إلا بهذا. فلنعتصم بحبل الله تبارك وتعالى جميعا، أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات. يجب أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، ولا يرضى منا ربنا إلا هذا، أن نعتصم بحبله، وأن نشد على هديه وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ، كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الآيات التي أشرنا إليها. هذا أمر عظيم. ونحن الآن نرى الأمة تفرقت وتمزقت، وما السر في ذلك؟ إنه اتباع الأهواء والعياذ بالله. لو حكمنا الله ورسوله في قضايا الخلاف لا يمكن أن يستمر أبدا، ولكن الاستمرار دليل على أن كثير من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون رؤوسهم ولا يخضعون لتوجيهات الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد من الاحتكام إلى الله ورسوله، وبهذا تنحل الخلافات ويذهب هذا التفرق
وتتبدد هذه الأهواء. فإذا لم نكن على هذا المستوى فما أمامنا إلا الضياع، وما أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. ونحن والله ننعم في ظل الدعوة السلفية، الدعوة السلفية التي رفع رايتها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، محتويا في ذلك طريقة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسادة الأمة خير القرون، محتويا طريقهم حذو القدة بالقدة في العبادة والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شؤون المسلمين. وقضى الله على الأباطيل وعلى الخرافات والسحر والدجل والشعوذة وترك الصلاة وسفك الدماء والأموال، قضى الله على هذه الأباطيل وهذه الترهات وهذه الضلالات وهذه الانحرافات بهذه الدعوة المباركة. وأنشأ الله في ظل هذه الدعوة جامعات أضاءت العالم قائمة على منهج الله الحق. فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي صار عليها رسول الله وصحابة الكرام وأئمة الهدى، ومن ورائهم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. والدين متكامل، لا نحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعة من الجماعات، فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله حق الفهم عقيدة وعبادة. فالنعم على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم، فإنه هو الحق، وهو منهج الطائفة المنصورة التي أخبرها عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها على الحق، وأنها لا تزال إلى هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث رسول الله عن افتراق الأمة وصدق الله هذا الخبر وافترقت الأمة، وبقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق، وأنهم الطائفة المنصورة، وأنهم الفرقة الناجية، والتي احتذى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم، والتي ندعم لهذا البلد في ظلال هذه الدعوة المباركة ونستضيء بأنوارها لا في هذا البلد بل في العالم. ولولا العوائق التي تعوقها من أعداء الله ومن أهل البدع والضلال لرأيتم العالم الإسلامي الآن يضيء بهذه الدعوة المباركة، فإنها بدأت تنكشف وتكتسح العالم، فتآمر أهل البدع وأهل الكفر في وقف هذا المد وهذا التيار القوي، ففعلوا الأفاعيل في إيقاف هذه الدعوة. فعليكم أن تدركوا هذه المؤامرات وهذه المكائد لهذه الدعوة التي لا يمكن أن ينام عن مدها وامتدادها وامتداد أنوارها، لا يمكن أن ينام أهل البدع وأهل الضلال، سواء تمثل هذا الابتداء وهذا الضلال في الكفر أو في التحزب أو في التصوف أو في الرفض أو في غيره من الضلالات، فإنهم لا يمكن أن تقر أعينهم ولا يمكن أن يهدأ لهم بال. وهذه الدعوة الإسلامية السلفية الحق تنتشر في أرجاء الأرض، فكاد لها المكائد. فانتبهوا أيها الشباب واعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله، وإياكم والتفرق، فاقطعوا دابر هذا التفرق واستأصلوا شأفة كل أسبابه، سواء كان هوى أو تعصبا أو أي شيء. وعليكم أيها الإخوة، فإن نرى كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة ولا من تمزيق عن الدعاة السلفيين أهل الحق، لا دعاة التحزب والباطل يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب وبالافتراءات. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
فيه أناس يتحرون الكذب، فلا نأمن أن يكونوا قد كتبوا عند الله كذابين والعياذ بالله. وماذا ينتظر هؤلاء؟ والرسول الكريم يحذر يا إخوة، يحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر. يا للأنصار قال واحد، يا للمهاجرين. الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول، والمهاجرون كذلك، لكن لما استغلت هاتان اللغتين في الدعوة إلى الهوى والباطل قال رسول الله: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منفلة. فهذا النسل الآن يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بهذا المنهج الحق الواضح تتجاذبهم الأهواء وتتجاذبهم الفرق والعياذ بالله. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، أيجوز أن ندير لها ظهورنا؟ إن هذه البلاد كانت ممزقة وأهلها فرق وأحزاب وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من البزق والفرق، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. فوحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد في عقيدة التوحيد في دين الله، وتوحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد. نعمة من الله تبارك وتعالى. الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات وقتل والسلب ونهب، فجمع الله أهل الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. فأهل الباطل لا يمكن أن تقر أعينهم، يريدون لها الشر ويريدون لها التفرق ويريدون لها التمزق، لأن أهل البدع يخافون من المنهج السلفي ويعرفون أن الحق متمثل فيه. واليهود والنصارى ما يخافون إلا من الإسلام، هذا الذي يسموه الإسلام الوهابي، لا يخافون إلا من هذا الإسلام. ولما أنا كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة السلفية في العالم، كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ بن باز وإلى الشيخ بن عثيمين وإلى الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلفي، يكاد يطبق أهل الجزائر على المنهج. فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهات أخرى وأبعدوها عن منهج الله الحق. وهذا البلد قامت فيه الجامعات، لا نرى ماذا يحصل الآن، كله بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال، ومن ورائهم أعداء الله، لأن هذا الإسلام يخافون منه. ومن هنا تآمروا على قتل السلفية في أفغانستان. أعداء الله تآمروا عليها وقتلوها، ويريدون قتلها وإبادتها في هذا البلد. ولا مخلص لهذه الأمة ولا مخلص لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وينبذوا التفرق، ويقضوا على آخر سبب من أسبابه، ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة. والله نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يخجلون من الكذب، والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات الأمياء، وقد حاربها الإسلام أشد الحرب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية أو أمية، يجوز اللفظان، يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى عصبة، ويغضب لعصبة وينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه عليه الصلاة والسلام. تبرأ منك رسول الله. فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي، لا يقبل حجة ولا يقبل برهان ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب. هذا موجود. هذه آفات يا إخوة، لا بد من استدراك أنفسنا
ومحاولة التخلص منها والقضاء عليها. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من نصر باطلا وهو يعلمه، من نصر باطلا وهو يعلمه فلن يزال في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هي أصارة أهل النار، أظنه شر موقع في الجحيم والعياذ بالله، أظنه أخبث وأنتن موضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان بدعة أو كان ما كان. هذا الباطل ينصره وهو يعلم أنه باطل، يكون في سخط الله عز وجل، لا يزال حتى ينزع عنه. وإذا خاصم في باطل أو قال في امرئ مسلم ما ليس فيه تكون عقوبته أن يسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية الطبراني: ولن يخرج. كيف يخرج وهو يبهت المؤمنين الأبرياء النزهاء؟ فيا إخوتاه، علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير من يقع فيه. وأخيرا أختم هذه كلمة موجزة بالصلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى طاعته واتباعه مرة أخرى، وأرجو من شيخنا إذا كان يستطيع أن يعلق بما يراه ينفع أبناءه. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة طيبة من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في موضوع التمسك بالكتاب والسنة والحذر مما خالفهما، والحذر من أسباب التفرق والاختلاف والتعصب للأهواء. فلقد أحسن وأجاد وأفاد له الله خيرا وضاعف مثوبته. وهذا هو الواجب على جميع الأمة، الواجب على جميع الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليهما بقليل وكثير، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر كما قال يجب على الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتعاقب إليهما وعرض ما تنازع به الناس عليهما. فما شهد له كتاب الله أو سنة رسوله بالصدق والصحة هو الصحيح، وما شهد له أحدهما بالباطل هو الباطل. هذا هو الواجب على جميع الأمة، لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان
ومن سار على طريقهم. والواجب على طلبة العلم التفقه في ذلك والإرشاد والصدق والتحري الحق والحذر من أسباب الخلاف ومن اتباع الهوى ومن تقليد الأعمى والتعصب لزيد أو عمرو أو الطائفة الفلانية أو غير ذلك. الواجب اتباع الحق والتمسك به والحذر مما يخالفه، وإن كان الذي قال أباك أو أخاك أو غيرهما عليك اتباع الحق، فهو حق بالاتباع. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الواجب على أهل العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الواجب على أهل العلم تبليغ الناس وتبصيرهم وإنذارهم وتفهيمهم ما يجب عليهم. وهكذا طلبة العلم عليهم أن يتأسوا بأهل العلم وأن يسيروا على نهجهم بإيضاح الحق والحذر من التنازع والاختلاف واتباع الهوى. وهكذا عامة المسلمين يجب أن يستقيموا على الحق وأن يسألوا علماءهم الذين يعرفونهم بالسنة، يعرفونهم بالاستقامة على دين الله، يعرفونهم بالحق، عليهم أن يستقيموا وأن يسألوا عما أشكل عليهم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وهكذا يجب على أهل العلم نشر الحق وإيضاحه للناس في المساجد وفي المجالس العامة وفي الإذاعة وفي الصحافة ومن كل وسيلة يصل بها العلم. الناس في حاجة إلى العلم، قال الله قال الرسول، مع بيان الباطل والتحذير منه. وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد رحمة الله هو الحقيقة، فإن الله من على أهل البلاد بهذه الدعوة المباركة، وهي دعوة سلفية، لكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا الوهابية المبتدئة التي فعل وهم الضالون المبتدعون، وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهلا، إما جاهل وإما مقلد جاهل وإما ثالث وهم متبع الهوى الذي يعصي الله على بصيرة. هؤلاء هم الدعوة السلفية، إما جاهل وإما مقلد لجاهل وإلا صاحب هوى متعصب لهواه يريد المآكل ويريد إضلال الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه، نسأل الله العافية. ودعوة الشيخ محمد رحمه الله دعوة سلفية درج فيها على ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير وأتباعهم من أئمة الإسلام. ثم جاء الشيخ محمد بن وهاب في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، رحمة من الله لهذه الأمة في هذه الجزيرة، فأوضح لهم العبادة الشرعية التي تجب لله، وأوضح لهم حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان سلف الأمة، وأوضح لهم طريقة السلف الصالح ودعاهم إليها، وألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول لبيان الحق، وهي كتب عظيمة مفيدة. وهكذا نشر بينها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فنفع الله بهذه الدعوة المسلمين، وجمع الله عليها أهل هذه الجزيرة بأسباب أنصارها من أهل سعود وغيرهم ممن نصر الحق واستقام على الحق، فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة نصرا لدين الله، نصرا لدين الله، نصرا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى أيدهم الله وفتح عليهم الفتوح، وجمع الله عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها على الحق وعلى اتباع شريعة الله وعلى الاستقامة على دين الله، فالحمد لله على ذلك. فالواجب التمسك بهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها ونشرها بين الناس بالحكمة
بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة، وبيان الأخطاء والضلالات والشبهات في البيان الواضح بالرفق بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب الملتوية، ولكن بالبيان الواضح والأسلوب الواضح والرفق والحكمة، كما قال الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم قال الله قال رسوله، وبوضع الأمور في مواضعها والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، والله وصفه بقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الدعاء أن يتبصروا وأن يبصروا وأن يرفقوا وأن يعتنوا بالأساليب الواضحة البينة وأن يحذروا العنف والشدة وأن يدعوا الله لمن خالفه بالهداية والتوفيق مع إيضاح الحق وعدم التعصب لزيد وعمر. نسأل الله أن يوفق جميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح عقالهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم بطانة السوء وأن يوفق أخانا صاحب الفضيلة الشيخ ربيع لكل خير وأن يجزاه عن كلمته خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.